السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن تكوين المبالغ أو تكوين مبلغ محدد، تطبيقات على النقود، مزيد من من التطبيقات على النقود. طيب هنا بيقول إن ال5 جنيه ممكن نفكها لإيه وإيه؟ من غير ما نبص، ال5 جنيه ممكن نفكها لإيه والإيه؟ ل4 جنيهات وجنيه. طب ما نقول 5 جنيهات معدن، خمس واحد وواحد واحد واحد واحد، يعني 5 جنيهات معدن، أو نقول 5 جنيهات ورق وخلاص. ماشي، يبقى 5 جنيهات معدن اهو زي ما هو عاملها لنا هنا اهو، وممكن ان احنا نقول 5 جنيهات ايه ورق. طيب هو هنا بيقول لي ال10 جنيه، طب ال10 جنيه ممكن نعملها لايه والايه؟ خم... 5 و5. ماشي، 5 و5 10. 6 و4. ما ينفعش نقول 6 و4، لازم العملة، لازم يا ولاد ان احنا في العملات ان احنا نجيب الحاجة بحاجتها. هو في ورقة ب6؟ لا، مفيش ورقة ب6، يبقى ان احنا لازم ان احنا مثلا نقول يعني 5. 5 ورق و5 فضية. ماشي، ممكن نقول ان ال10 52 ورق. تمام. ممكن نقول ان ال10 برضك 5 مجمدة و5 جنيهات ورق، او 5 جنيه، او 5 فضية، 5 جنيهات فضية، او عملة معدن زي ما بيقولوا. تمام. يبقى هنا انني لازم، ما ينفعش اقول حاجة اسمها 6 جنيه و4 جنيه بقت 10 جنيه، ما ينفعش نقول الكلام ده. لا، في العملات لازم الحاجة اللي اقولها تكون موجودة، تكون ليها، يكون بتعامل بيها. ماشي. يبقى تاني احنا قلنا هنا الخمسة اللي هي 5 خمسات فضية و5 خمسات ورق. ماشي. قلنا ال10 جنيه 5 جنيه او وممكن اللي هي 5 جنيهات ورق، وممكن برضه 5 جنيه، وممكن خمس جنيهات معدن اللي هم الفضية دي. ماشي. طيب وممكن ال10 جنيه زي الجنيه. ممكن، ايوه، زي دول، ممكن تبقى زي دول. ماشي. ممكن ال5 جنيه تبقى ممكن ال10 جنيه تبقى 5 و5. تمام. طيب من غير ما نبص، ال20 جنيه تبقى كام وكام؟ ممكن نحللها لايه وايه؟ 10 و10. تمام، أو 10 و10، 10 و10. أو 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 5 و10. برافو كده، ماشي تمام. هو كاتبها هنا 10 و10 او 2 و10. تمام، يبقى احنا كده فهمنا الموضوع. يبقى يا ولاد ما ينفعش ان انا اكون حاجة اقول مثلا 6 و4 10، او 16 و4 20. ما ينفعش، لا، انا عايزة اقول 10 و10 20، يبقى في حاجة ملموسة قدامي، يبقى في ورقة. هو في ورقة ب16؟ لا. يبقى لازم الحاجة اللي انا اقولها، انت قلتي هنا ال20 جنيه، يبقى هي نقول 5 و5 و10. طيب ماشي تمام كده، يبقى انت فهمت اول حتة. طيب هنا بيقول ال50 جنيه ممكن تبقى وايه؟ 20 و10. برافو. ممكن تبقى أو تاني؟ أو 10 عشرات. 10 عشرات دي يعني 100 يا قريش. يعني 10. 10 خمسات بقى يا ماما. 10 5. امم أو 20 و3 عشرات. ايوه. أ- ماشي، يبقى هو أو هنا بيقول هنا ال50 جنيه بتتكون من 20، 20 و10. ماشي. او ممكن أو نقول 5 عشرات، 5 عشرات، 10 20 30 40 50. او ممكن 20 30. تلات، لا مش 30 برضك، تلات عشرات. 10. ما ينفعش ان احنا نقول 30 لان ما فيش ورقة ب30. نقول زي ما الورقة الورقة موجودة معايا، زي ما الورقة بنشوفها بنطلعها من جبنة كده ونديها للبائع اللي بنجيب منه الطلبات. ماشي يا ولاد. يبقى ما ينفعش ان انا هنا تاني، ما ينفعش ان انا اقول تاني 3 عشرات و20 او 3 خمسات ومش عارفة لا، ما ينفعش كده. او اقول ان انا مثلا اكون ان انا مثلا اقول ال13 3 جنيه و10. لا، ما ينفعش نقول كده. يبقى نقول جنيه وجنيه وجنيه، يبقوا كده 3 جنيه، وبعدين نقول بعدها كام؟ 10. يبقى ال13 جنيه تبقى بصي، يبقى ال13 جنيه لو هنقول مثلا 13 جنيه اهي، يبقى جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد 10. انما ما ينفعش ان انا اقول 3 جنيه. لا، دي في الجمع والطرح عادي بتبقى معمولة، انما عادي بنعملها عادي. انما هنا لازم ان انا الحاجة اللي هي في ايدي هي اللي اقولها.
ماشي. يبقى ال 13 جنيه جنيه وجنيه وجنيه و10، يبقى كده ايه 13. فاهمين معايا كده؟ تمام. يبقى تاني ان انا لما اقول ال 13 تبقى 1 زائد 1 زائد 1 اللي هو 1 اللي هو ايه يعني يا ولاد؟ الجنيه زائد جنيه زائد جنيه اللي هما دول ال 3 جنيه. تمام. وزائد ال10 اللي هي بطلعها عادي 10، او ممكن نقول جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد 10 زائد 5 زائد 5، يبقى جنيه زائد جنيه زائد جنيه زائد 5 زائد 5 ما بردك 10. ماشي. يبقى اذا انا بقول اللي مثلا 50 جنيه بقولها بالمبلغ اللي بالورقات اللي موجوده معايا. انا مثلا 50 مثلا 3 عشرات ايوه و20، و20. يبقى كده ال 50 جنيه. تمام. ماشي. انما ما ينفعش اقول ان ال 50 جنيه 25 و25، ما ينفعش. ماشي. انا اقول مثلا 20 زائد 20 زائد 10، فاهماني؟ يبقى كده هي ال20. ماشي. انما ازاي؟ لا، مش 20 زائد 20 زائد زائد 10. 10. 20 زائد 20 انت زائد قلت 10. زي 20 زائد 20 زائد 10 يبقى كده كام؟ 50 جنيه. تمام. ماشي. يبقى انا قصدي ان انا اوصل ايه الفهم ده. طيب بيقول لي ال 100 جنيه. ال 100 جنيه من مخيلتنا يا ولاد بتتكون ايه وايه؟ ممكن تكون ايه ال 100 جنيه؟ 50 و50. ممكن ايه وممكن تاني؟ تكون ممكن تكون 50 و20 زائد 20 زائد 10. تمام صح كده بالفهم كده اهي. هو كاتبها اول واحده 50 و50. ممكن تكون 50 زائد 20 زائد 20 زائد 10. ممكن تكون 50. ماشي. ممكن تكون 50 و20 زائد 10 زائد 10 زائد 10. تمام. او 50 زائد زائد ايه؟ 13. او 50 زائد ايه؟ او 50 زائد ايه؟ خمس خمسات خمس ب50. عشرات. خمس خمسات خمس عشرات ب50. يبقى 5 عشرات. انت ملخبطاني. يبقى تاني 50 زائد ايه؟ 5 عشرات بكام؟ بال50. تمام كده. يبقى بردك ال50 زائد 5 عشرات بال50. تمام كده. طيب هقول هنا بقى بيقول انا هنا اللي هقول 200. 200. 100 و100. تمام. 50 و50 و100. شاطر. 50 4 خمسينات. امم كل بتشوفي. لا والله انا مش عارفة. او ممكن نقول ايه 150 و20 و20 150. و10. تمام كده. يعني ان احنا مش عايزين ان احنا يا ولاد نكون ايه حافظين قد ما نكون ايه احنا ايه فاهمين. نبقى نفهم. يبقى بمعنى ايه ان احنا مثلا ايه نفهم ونحفظ. لما تيجي ماما مثلا تدينا الحاجة وتقول لنا اشتروا كذا يبقى بنفهم، مش واخدين الموضوع ان هو لا. اما نفهم هيساعدنا في الحل ايه اكتر. تمام كده. طيب